في المدرسة. سبحان الله. طيب الحمد لله رب العالمين. فضلتكم يعني أنا يؤلمني أن أتحول من هذا الجو الإيجابي وهذه الأخبار الطيبة إلى السجال المتكرر في كل عام. المولد بدعة، المولد ليس بدعة. هذا السجال أما أنا له أن يحسم من جهة، ومن جهة هذه من مشاكلنا. ومن جهة أخرى الذين يموتون بأنفاق في غزة والمحاصرين في الأقصى والذين يموتون تحت الدمار في حلب، لو سمعونا نتناقش في هذه المسألة ماذا سيقولون؟ أما بالنسبة للشق الأول يعني حسب الموضوع، يعني إذا أردنا أن نكون منصفين، الإمام السيوطي في رسالته القيمة حسن المقصد في عمل المولد فقال حكم المولد بحسب موضوعه. إذا اجتمعنا للرأس بين الرجال والنساء والموسيقى هذا لا يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحبه ولا يكون احتفاء حقيقيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا اجتمعنا للتذكير بسيرة النبي وشرح فضائله صلى الله عليه وسلم وتعاهدنا على الالتزام بالسنة، من يجرؤ أن يقول أن هذا الاجتماع بدعة سواء كان في مناسبة يعني في شهر ربيع الأول أو غيره؟ صحيح. بالمناسبة لم يثبت أنه في 12 ربيع الأول هو يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب. فهذا أولا. فأظن أن الإمام السيوطي بهذه الموضوعية حسم الموضوع، أنه الحكم على أي اجتماع بشهر ربيع الأول أو غيره سواء سميناه مولدا أو غير مولد، هذا الاجتماع الحكم عليه بحسب موضوعه. سنأخذ الشق الثاني لو سمحت بعد أن نأخذ محمد من أمريكا. أهلا وسهلا فيك محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. أنا فلسطيني مقيم في أمريكا من أكثر من 45 سنة. ما شاء الله. يا أهلا وسهلا. الإسلام أكثر الأديان انتشارا، وفي يعني بدخل الإسلام مسلمين جدد أكثر من أي دين في العالم. صحيح. بالرغم من الصورة السيئة اللي